بتصحى من النوم تلاقي عينك محمرة بالشكل ده أو الشكل ده، ممكن تتخض وممكن تطنش، لكن في الفيديو ده هعرفك امتى تزور الطبيب وامتى تطنش. اهلا بيكم، انا الاوكيوليست دكتوره ياسمين سعد. احمرار العين ليه اسباب كتير جدا جدا جدا، منها البسيط ومنها الخطير جدا، وليها اشكال كتير وليها اعراض كتير مصاحبه ليه. هقول في الفيديو ده باختصار بعض الاسباب وبعض الاعراض ونتعامل معاها ازاي. ابسط سبب لاحمرار العين، وده اشهر سبب برضو مؤخرا طبعا بسبب استخدام الشاشات، هو جفاف العين. وده حلها انك تريح عينك شويه من الشاشات، سواء موبايل او تاب او تلفزيون او كمبيوتر او ايا يكن، وتستخدم قطره مرطبه. ممكن اسيب بعض الاسماء في اول كومنت، دي القطره الوحيده المعقمه للعين اللي ممكن تستخدمها بدون الرجوع للطبيب. برضو ممكن يكون السبب حساسيه في العين، اما حساسيه بسيطه او حساسيه شديده اللي كان اسمها زمان رمد ربيعي، وفي حلقه بسيطه شويه عن موضوع حساسيه العين ده سيبها في وصف الفيديو. لكن باختصار بيبقى حساسيه تجاه حاجات معينه، زي مثلا حبوب اللقاح، زي روائح معينه، زي الاتربه، زي الدخان. بيكون معاها حكه في العين، في حساسيه للضوء، ممكن يكون معاها تورم بسيط في الجفن، ودي حلها برضو قطره الحساسيه. وفي بعض الحالات بنستخدم قطره كورتيزون، بس اللي ممكن نستعمله بدون الرجوع للطبيب هي قطره الحساسيه. وبرضو هسيب بعض الاسماء في اول كومنت، بس للاسف مش هتعرف تشخصها بنفسك، وممكن برضو تحتاج للرجوع للطبيب. ممكن يكون السبب زياده في ضغط الدم او بعض امراض الشيوع، ده بيعمل حاجه اسمها نزيف تحت الملتحمه. في الحاله دي هتحتاج ترجع لدكتور باطنه وتقيس طبعا ضغط العين وتتابع معاه وتاخد العلاج المناسب. وممكن بقى يكون احمرار العين ده بسبب مشكله كبيره، زي حاجه من اتنين. اول حاجه التهاب قزحي، ودي فعلا مشكله كبيره، بتحتاج وقت عشان تتشخص كويس، بتحتاج وقت عشان تتعالج كويس، بتحتاج التزام في العلاج، وبتحتاج اهتمام من الدكتور واهتمام من المريض. دي ان شاء الله هعمل لها حلقه منفصله قريب جدا. تاني مشكله كبيره ممكن تكون سبب في احمرار العين هو الميه الزرقاء او الجلوكوما، اللي هو زياده ارتفاع في ضغط العين بيسبب مشاكل في العصب البصري وبعض مشاكل في الرؤيه. وده موضوع مهم ويعتبر حاله طارئه، لو كان مسبب احمرار في العين مع الم في العين مع صداع، ده يعتبر حاله طوارئ، ساعتها لازم تتوجه فورا لدكتور العيون. برضو في حلقه بسيطه عن موضوع الميه الزرقاء والجلوكوما برسم كروكي كده او برسم توضيحي، هسيب لك اللينك بتاع الحلقه في وصف الفيديو. اخيرا بقى لو كان في تروما، يعني مثلا اتخبطت بحاجه، حد دخل في عينك حاجه، صباعك طرف عينك، جسم غريب دخل في عينك، دي برضو من الحاجات اللي بتعمل حمار في العين. وممكن يكون معاها قرحه في العين، ودي برضو لازم تتوجه للطبيب عشان يعالج القرحه علاج كويس جدا ويلحقها من البدايه قبل ما تعمل اي مضاعفات. ولو كان في لسه في جسم غريب في العين يتشال، لو كان في حصل منه اي مشاكل نلحقها بسرعه. عموما يا جماعه، انا عارفه ان انتوا بتحبوا الحاجات اللي بتتحل في البيت من غير ما تروحوا للدكتور. انا دكتوره وبرضه ما بحبش اروح للدكتور، لكن مش كل حاجه للاسف بتتحل في البيت، وفي حاجات فعلا فعلا لما تتاخر على ما تروح للدكتور بتبقى ليها مضاعفات ومشاكل كتير جدا. بلاش نحب قوي نوعيه الفيديوهات بتاعت حل ده في البيت وحل ده في البيت وحل ده في البيت، وفي الاخر نلاقي ان المشكله كبرت جدا وفي الاخر مفيش حاجه اتحلت، بالعكس دخلنا في مضاعفات. طيب امتى بقى في حاله احمرار العين فعلا فعلا تحتاج تزور الدكتور؟ لو كان في زغلله مفاجاه ما كانتش عندك قبل كده، لو كان في هالات حوالين الضوء، لو كان في الم شديد في العين، لو كان في صداع، لو كان في غثيان او رغبه في القيء، لو في جسم غريب او حاد دخل في العين زي ما قلنا. وبس كده. باختصار، احمرار العين ممكن تعالجه في البيت لو كان سببه جفاف في العين او حساسيه، غير كده للاسف هتضطر تروح للدكتور. وما تنسوش البصر نعمه كبيره من ربنا، لازم نحاول نحافظ عليها. شكرا لكم، سلام عليكم.